فنانة تقريبا ما شافتش يوم واحد حلو في حياتها. ابوها هرب وعاشت في الفقر واتختمت في النهايه بانها تتقتل على ايد بلطجي بسبب دفاعها عن اختها. انا بتكلم عن بهيجة رشدي. والدها كان نفسه يخلف ولد، ولما خلفه اتوفى بعد فتره من ولادته، فساب البيت وهرب، وبقت بهيجة هي المسؤوله عن امها واخواتها وكمان اخواتها من الاب لانه كان متجوز واحده تانية. ولما ماتت امها بقت هي المسؤوله الوحيده عنهم، وبقت تشتغل بياعة عشان تعرف تصرف عليهم لحد ما الحظ حالفها ودخلت عالم الفن. لكن المشكلة ان كان ليها اخت واحد من منطقتهم عايز يتجوزها وهي رفضاه بسبب سمعته الوحشة، ومن كتر ما هو بيضايقها ضربته مرة بطوبة وعورت، فقرر ينتقم منها واستناها وهي راجعة من لوكيشن التصوير وضربها بخشب على دماغها فماتت. بعدها بفترة اختها اتجوزت، وتكريما للي بهيجة عملته معاها ومساعدتها ليها سمت بنتها على اسمها. وبنتها دي كبرت واتعلمت في ألمانيا، ولما رجعت مصر بنت مسجد لخالتها اسمه مسجد بهيجة رشدي.